مساء الخير حبايب، مساء الخير والعافية، ورجعت وياكم بفلوق جديد. وتعالوا اليوم اقضوا وياي روتيني اليومي يوم الأحد. هنا أنا أول ما قعدت الصبح عجنت شوية عجين. هنا أنا خليت تقريبا كيلوين طحين، ظرفين خمرة ورشة ملح وشوية شكر، خليت كله خبطته على البارد. وهسه راح أبلش أعجن وياكم العجين. إذا تحبون هيجي فلوقات وهيجي فيديوهات علقولي، شاركوا الفيديو ويا أصدقائكم على مود أشوف حماس وأظل أنزل لكم يومياتي بشكل مستمر. هنا أنا هسه راح أخليهم بالعجانة وأشغل العجانة وأبلش أعجن بي. هنا شغليته بالعجانة وضفت له ماي دافي وراح أبلش أعجن. هنا بلشت شغلت العجانة مالتي، خليت العجين مالتنا يرتاح، خليته. وهنا أنا عندي شعاعين هون وكسور وياها، بلشت غسلته نظفته كل شي، خليته بكده حمستهم شوية. وهسه خليت الماي وراح أبلش أخليه على النار. لا العجين بعدنا ما مغطي، العجانة قاعدة تعجن. هنا أنا خليت الباشر عفوا، وبلشت أدش الزفرة أو أشيل الزفرة مالتها. الجدر مالتي شوية صغير، الجدر كبير. بصراحة هذا الطباخ مالتي مو أي جدر يشتغل عليه، فلهذا السبب ما عندي صورة كبار، بس مشي الحال وصارت. خليكم ويانا وتابعوا نهاية الفيديو. راح أسوي خبز لحم، خبز حامض. هنا أنا بلشت نشيل الزفرة مالتي الباشي، وهسه راح أغطيها وأقفلها. هنا أنا بلشت ثرامة اللحم، طبعا على إيدي ثرمته ناعم، وهنا أنا ثرامة بصل ناعم خليته بالطاسة الكبيرة، وثرامة كرفس أو خلينا البصل بالطاسة. وهسه راح أخلي الكرفس كله ثرمته ثرم ناعم، واللحم هم ثرمته هو واللية وشويونة شحم خليت. هذا اللحم مالتنا، وراح أخبط المواد كلها سوية. طبعا اللي تعطي طعم كلش طيب. هسه راح اشوفكم التنور مالتي. هواية بنات سألوني لما نزلت الصور. هنا انا رشيت ملح وشوية كمون وكركم. يعني خبز اللحم ما ينحط له بهارات يروح طعمه. خليت الكركم وراح ابلش اخبطه كله على مود، بعدين نخبط ويا العجين. عجنت كيلوين على مود اخبط نصه للخبز اللحم ونصه اخبز خبز عادي للباكر. هذا العجين مالتنا راح اقسمه واخذ من عنده نص اعجنه ويا اللحم واخليه يختمر مرة ثانية يرتاح بين ما نكمل الباقي. اتمنى من عندكم تخلون لايكات، تعليقات حلوة مثلكم، تشاهدون الفيديو، تشاركوا ويا اهلكم ويا اصدقائكم على مود يصعد الفيديو عندنا ويصير واهس واصور لكم فيديوهات اكثر. هنا انا قسمت العجين وعجنت نصه ويا اللحم والبصل والكرفس ونص بقيته هيك. من اشتغل مرات البس جفوف، مرات اكون مستعجلة ما البس. وهذا صار العجين مالتنا، وهذا العجين الثاني اللي راح نخبزه خبز عادي. هسه هنا أنا راح احمص بصل وثوم على مود نحط كركم شوية ونضيفه للباكر ورا ما استوت. هاي الباكر بخار كلش قوي كان، قدرت اصور. هنا أنا تنور جديد وما عندي مخبازة، قعدت وياكم نسوي مخبازة سوية. جبت غطا مان جدر وعندي قماش ابيض كبير مربع، قصيته داير مداير الغطا وسويته دائري مثل ما تشوفون،
قطعتين مو قطعة واحدة. خيطت داير مداير، بقيت هاي الفتحة الصغيرة. عندي كوشة بس الكوشة طلعت مايعة صغيرونة، دخلتها بالهذا مثل الكيس اللي انا خيطته، وراح ابدي اضيف اكياسة لايلون. شنو عندي اكياسة زايدة بالمطبخ، قطع قماش مان هذا الابيض اللي قصيته صغار صغار، بلشت كلهم حشيتهم بيها على مود تصير عندنا مخبازة، ما اعرف شنو يسموها بس هي مخبازة اللي راح نخبز بيها. بعد هنا انا دخلت القماش وبعدين ابلش ادخل بالاكياس على مود تصير دائرية وعالية. يعني هي مو ناجحة 100% بس شكلها صار حلو وفادتني، وصار اكثر من مرة خبزت بيها. وهسه ورا ما ضفت الاكياسة والقطع القماش والكوشة الصغيرة اللي خليتها، راح ارجع اخيط داير مدايرها. كملنا المخبازة مالتنا، وهذا صار شكلها حبايب ضاعوا، والله شكلها حلو يجنن. هنا انا خليت شوية طحين بالصينية، راح ابلش اشنق وياكم الخبز. طاسة صغيرة بيها شوية من ماي، راح نبلش نشنق. هاي شنقت، واول وحدة خليت عليها شوية طحين على مود اعرفها ابلش اخبزها. كنت دا اشنق ودا اصور بس ما انتبهت الموبايل صاير ناصي ما طلع عندكم. هذا النشنقات الحلوات. وهنا كملنا الخبز العادي والتشنيق مالته، وهسه بلشت بخبز اللحم اشنقه على مود اخليهم شوية يرتاحون ونشغل الفرن التنور العفو. هيك بلشت اشكلهم او اشنقهم بهذا الحجم. هذا شكلهم. العجين سويته شوية لين مو قوي على مود ما يصير يابس، هو بصراحة ينخبز وينفتح ويانا. اذا عجبتكم هاي الفيديوهات علقولي، ابقى انزل لكم يوميات بين فترة وفترة او ممكن كل اسبوع. هنا انا طلعت التنور بالبالكون، وهاي قنينة الغاز. التنور اشتريته من كونن لما كنت قاعدة بكونن، وهسه انا جيت على برمنهام. هنا انا راح ابلش اوقف واخبز الخبز. شغلت التنور قبل بوقت لان هو جديد، هذا كان اول استخدام، على مود يحترق وتطلع الريحة وكل شي من عنده. وهاي منطقتنا، حبيت اصور لكم شوية من المنطقة مالتنا ذات برمنهافن، النهر البحر العفو. وهنا انا وقفت اخبز بالعجل. افتح. وهاي الثانية، وهاي الخبزة طلعنا. هذا شكل الخبز حبايب، اتمنى يعجبكم. وهسه راح نبلش نكمل باقي الخبز مالتنا. بصراحة التنور كلش عجبني وسريع، والحمد لله الشقة بيها بالكون وقدرت اخلي التنور بيها. مو خبازة 100% بس يمشي حالي. صاروا هواية مخابزين وما عندنا تنور، يعني اصلا هاي اول مرة اشتري. مرات اخبز بس بالفرن مالت وهنا أنا بلشت طبيت ثردت لهم الباكر مثل ما تشوفون بالشطل دا اسويها مستوية على اخر. ما احب اقدمها هيجي، فتحت العظام فسختهن، ذبيت العظام الوجه. وهنا أنا طلعت لهم المخ، وهاي العظام فارقة. وهنا أنا الكسور بقيتها نفس ما هي، والتشريب ثخين وطعمه كلش كلش طيب. وهنا أنا صبيت السوق مالت الباكر.
وهنا الثريد وبلشوا ياكلون بألف عافية. عشان توقع بالموصل ياكل شو اسمه طعمها طيب وبسرعة صارت. وهنا سوينا الشاي، أكيد لازمها شاي ورا الباكر دهينة وثقيلة، وما يحلى الشاي العراقي إلا بالقورة والاستكان وريحة الهيل تخبل مالته. وهنا ورا الشاي قعدنا باوعنا الطابة وسوينا كستانية بالطاوة وكان طعمها كلش طيب. هنا خليت لكم شوية صور من خبز اللحم، وهنا الخبز العادي. لا تنسوني باللايكات والاشتراكات. وهذا الخبز العادي هنا، وهسه راح اخلي لكم خبز اللحم وهذا الشكل والطعم كلش طيب واللي بارزة بيه. لا تنسوني باللايكات وبالاشتراكات وتفعيل زر الجرس. واذا عجبكم الفيديو استمر اصور لكم هيك فيديوهات حلوة وجميلة مثلكم. انتظروني في فيديوهات ثانية قريبا. اترككم بامان الله.